الدستور كان فيه تناقضات كتيرة. حقوق المرأة تم التضحية بها من أجل التيارات السلفية الدينية. بصراحة المرأة بتخرج في الثورة، بتموت، بتخرج في الاستفتاءات طوابير وتزغرط وترقص، وبعدين يقول لها روحي بيتكم ولا تأخذ شيئا، لأن ملهاش قوة. المرأة ليس لها قوة سياسية، المرأة ملهاش حزب. بتبص تلاقي في حزب مكون من 30-40 واحد، 30-40 واحد سلفي أقوى من نساء مصر كلهم اللي حوالي 40 مليون، لأن النساء مش منظمين، ما عندهمش حزب. لماذا لا يكون هناك حزب للنساء؟ ممنوع بالقانون المصري إن النساء تنظم نفسها، وممنوع بالقانون المصري. يعني حضرتك لو حاولتي تعملي تشكلي حزب، حد هيقول لك لا يا دكتوره؟ طبعا. ليه يقول لك لا؟ يقول لك القانون ممنوع في القانون المصري انك تعملي حزب على اساس الجنس او الدين. ومع ذلك اتعمل حزب نور سلفي ديني ضد القانون. واحنا جينا نعمل حزب كنساء قالوا لنا لا. ما هذا؟ وتقولي لي حقوق مرأة؟ لا 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 لا، هناك تناقض خطير، هناك تضليل. احنا لازم، اذا ما كانش في ضمير للنخبة، انا واحدة من هؤلاء النخبة. انا صحيح جاية من الريف الفقير، لكن بقيت بالنخبة بحكم ان انا طبيبة وكاتبة. اذا ما قلتش ضميري يبقى استحق الاعدام. يعني حضرتك شايفة ان ما زالت المرأة المصرية يعني بحاجة لمزيد من القوة؟ يعني دائما أيوة. انت التي اخذتي حقوقك بنفسك، لا احد يعطي لاحد حقه. بالضبط، مش كده يا دكتورة؟ طيب يعني اذا الحق ينتزع، هي لو المرأة عايزة حقها هتاخده. ازاي؟ المرأة نزلت، كانت الرقم الصعب في الاستفتاء وقت ما أيوة. كانت عايزة نزلت. ما هي دي الخديعة، بيضحكوا عليها وينزلوها وبعدين يروحوها، بتموت وتضحي. الأمهات المصريين في قاع المجتمع، الأم المصرية يروح يزور البيوت في شبرا هنا، وده حي فقير. شوفي الأم تعيش طول عمرها تخدم جوزها وولادها، ولما تكبر أو تعيا جوزها يسيبها يطلقها، يقول لها طالق بورقة يربعتها لها بالبريد، ويروح يتجوز واحدة تانية أصغر منها، ولادها يتجوزوا ما يسألوش عنها. أنا بشوفهم بيجوا لي هنا. بس ده مش حال كل الرجال المصريين ولا حال كل المرأة المصرية. ده في العالم كله، ده في العالم. بس دي ما تقدريش تقولي عليها ظاهرة عامة. يعني ظاهرة عامة. يعني كل الستات اللي كبروا أزواجهم اتجوزوا عليهم وسابوهم؟ لا مش كل، أنا بقول لك على يعني على ظواهر موجودة. مش ضروري يروح يتجوز عليها أو يطلقها، ممكن يهجرها من غير ما يبعت لها ورقة طلاق. الأمهات لو يعني تذكري أمك أو جدتك، أو كل واحد يفكر، أنا جدتي ماتت لوحدها. الجدات بتهمل. هل في امرأة عجوزة جدة حد بيسأل فيها؟ ليه؟ لأن الأولاد اتشغلوا اتجوزوا. دي حالة عقوق يا دكتورة نوال. نعم، حالة عقوق. مش عقوق، هو النظام بيعمل كده. النظام يتجاهل حقوق الأم. الأم ملهاش اسم الأم عار. يعني أنا لو حملت اسم أمي عار. عندنا 3 مليون طفل غير شرعي في الشوارع لأن الأب مجهول. الأب بيغتصب البنت الصغيرة ويسيبها ولا يعاقب، لأنه لا يعاقب في القانون. والبنت تحمل وتلد في الشارع وطفلها غير شرعي لأن ما فيش أب. 3 مليون طفل في مصر بسبب فساد الأخلاق بتاع الرجال وبسبب القانون المزدوج الذي يهمل حق الأم والطفل، وبيغيروه دلوقتي. ابتدت مصر بقى تقول الله لا ده ما ينفعش، وابتدوا الشباب عملنا احنا حملة لإعطاء شرف لاسم الأم علشان ننقذ 3 مليون طفل. فدي حاجات. بس يعني في حال يعني حتى إقرار هذا القانون، ربما الطفل لو كبر لن يعجبه هذا كثيرا، لأن هذا معناه أنه ابن زنا.
هو مين الذي زنى؟ الرجل هو الذي يعني يزني. ستظل وصمة عار، ولا أنا فاهمة غلط؟ يعني هتفضل وصمة عار في جبين البنت أو الولد اللي بيدعى لكن باسم من أمه. الجاني؟ من الذي اعتدى؟ الرجل. الرجل بيعتدي على البنت والقانون لا يجرمه. قانون الزنا الرجل بيطلع منه بريء. المرأة اللي بتعاقب، والطفل، الطفل اللي بيعاقب. ليه أنا يعني أضطهد طفل بريء؟ ليه طفل مولود كده أقول عليه غير شرعي وأسيبه في الشارع وما يقدرش يدخل مدرسة؟ ده لسه في أم امبارح أنا بكتب مقال عن ده، أم قتلت طفلها عنده 6 شهور لأنه ملوش أب، وحاولت تسجله في دفتر المواليد ما قدرتش، فراحت قتلاه. هل هذا يجوز؟ عايزة أقول لك ده مش في مصر بس، نص العالم كده، والنص التاني صلح هذا. فحقوق الأمهات في الآخر وحقوق النساء في الآخر. المرأة بتستغل في الثورة وفي الاستفتاءات وفي الانتخابات، وبعد كده يرجعوها البيت. فإذا ما دافعناش بضمير عن حقوق الأمهات بالذات وحقوق الأطفال، يبقى ما عملناش حاجة. أنا معاكي إن الدستور فيه إيجابيات كتيرة قوي بالنسبة للمرأة والأطفال وحرية الرأي، أنا معاكي، ولكن احنا لازم نشتغل. يعني معلش، يعني احنا نقول ايه، خطوه كويسه. هي خطوة. يعني حتى كنا بنقول دايما ما هوش كتاب مقدس الدستور، لو في بعض الهنات او بعض التناقضات اللي حضرتك اتكلمتي عنها، ممكن مع التطور يا دكتوره. يعني يمكن دلوقتي انا مش هتقبل اني اسمع اسم ولد بامه، يمكن بعد 10 سنين نتقبل ده. يعني في تطور للحياه. علشان الخطوه ال1000 ميل تبتدي بخطوه النهارده. علشان ادي شرف لاسم الام لازم اتكلم عن شرف الام النهارده، علشان ده يتحقق بعد 100 سنه.